انا جيت. انا لله ودعمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادام رئيس الاتحاديه راهو تما في المغرب راني مطمن الحمد لله، باسكو هو ما يحبش هاد الامور. بلاتي الحلوف ديال الغيسه، بلاتي اصبر اصبر، انا راجع لك، خليني نبعد عن ذاك مع خوتي المغاربه على المنتخب. كلشي تفرج اخوتي البارح، السكر والطونسيون نيشان باش تلعب مع منتخب وسط بلادك ووسط الجمهور ديالك ويلعب معاك بهذيك الطريقه وما تقدرش تماركي عليه. انا لله ودي احمد. كنتو كديروا لنا الاعذار كتقولوا باللي راه المنتخبات كيرجعوا لكم اللور. ها هي مالي البارح لعبات معاكم كوره، كيهاجموا علينا بخمسه ديال اللاعبين، خمسه ديال اللاعبين باش كيهاجموا علينا وما قدرتوش تماركيو عليهم. وهذا الشيء راه باقي ما دخلناش للمسقي. فين كان مصر، فين كان نيجيريا، فين كان الكوت ديفوار، فين كان السنغال. ومن 2004 عباد الله ما قدرنا نتاهلوا شي نهائي. من 2004 لدابا شحال من بطوله داز؟ 12 بطوله ما قدرناش نتاهلوا حتى لنصف النهائي. عيبه عباد الله. كنتو كتقولوا لنا عاوتاني راه كاينه الرطوبه في افريقيا، ها انتم لاعبين وسط بلادكم ووسط الجمهور ديالكم والجو العام سيدي بارد، سال الماتش كلشي كينهج كلشي كيلهج. راس لافوكا مالك اصاحبي؟ عينا ما ندافعوا عليك. دابا بقاو لنا خمسه ديال الماتشات باش نديو هاد البطوله هذه، الا لعبناهم كاملين غادي تسطيونا فيهم. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي اخوتي. في المستقبل 2060 المغرب راح تخسر 5-0 كونتر مالي. انت راك ماشي جاي من المستقبل، انت راك جاي من الزريبه. واخا نكونوا واكلين سكران نطيح في الدروج ونكونوا لاعبين بالقفاطن ما نخسروا ب5-0 مع مالي في بلادنا. Mon peuple, Mali, je suis revenu et je suis content à vous pour le match contre le Maroc. Tu veux gagner 3-1. Mon peuple Mali. ما تعرف الرئيس تاعك؟ ها بلي راه غادي يكون شرير عليك ولقيتك في واد. براس ما نبعتك. 5 وتما يا المالي. ما بغيتونيش رئيس. 3-1 غادي تربح مالي 3-1. انا مزوق لك في المهم اخويا، الا ما عاد لسانك وشجع دوك اللي كيلعبوا ضدنا من نيتك، شجعهم من نيتك اخويا. حنا عارفينك زعما شجعتي مالي باش تقوس عليها باش حنا اللي نربحوا. يا خويا ما تشجعنا ما نشجعوك. الا مشيتو شجعتونا اخويا راه انا لله ودي احمد. واش الا شجعك بوصبع غطفروا؟ بيناتنا بعيدا عن الاداء ومانيش عارف واش، دخلت من نهايه المباراه حتى دوك الوقت اللي نهضر فيه معكم تويتر، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، كاع معظم مواقع التواصل الاجتماعي راهم يهضروا على المنتخب. الله يجعل خير، كميه تطبيق غير عاديه. اللي موش يهضر على الاداء وموش يهضر على اللاعبين وموش يهضر على النتيجه ويهضر على هذه الصوره ويهضر على شكون اللي حضر للمقابله. سير توخر رغلي بوصبع مسكين ما مولاش بالنجوم حيت ما كيجيوش عنده للزريبه. العكس ديال المغرب عادي عايشين وسطنا، حنا اغلبيه ديالهم عايش في المغرب. قال لك زيدان حضر لنا المقابله ديالنا مع السودان ومن بعد واحد ساكن في المغرب وولده لاعب غادي يحضر يتفرج فيه. وبنزيما نتوما فاش جا عندكم وعياو ما يدوروا به الكابرانات، عياو ما يطوفوا به الكابرانات، في الاخر خلاهم مشى الطياره وجا المغرب كيلعب مع خوتو المغاربه كره. فرحان حيت زيدان حضر لهم مقابله وفين في المغرب. علاش ما يحضرش لكم نتوما في الزريبه ملي لعبتوا مع الصومال؟ ها هو مبابي حضر لنا في المقابله ديالنا مع مالي عادي كأن شيئا لم يكن. تفضل هاو الفيديو باش ما تقوليش فوتوشوب، هاو الفيديو ما تقوليش فوتوشوب. وناس المغرب باش يكتبوا لي في التعليقات هادي احنا متعودين بالنجوم يجيونا للمغرب، كل شهر عنا نجوم بالمغرب فاش تخرف. يا ولدي مبابي يعني جاءوا من فرنسا دعما ومساندة لزميلهم السابق أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. هذه الرفقة ولا بلاش. مشوار من فرنسا إلى الرباط عشان يحضروا مباراة المغرب تشجيعا ومساندة لأشرف حكيمي. اجي دابا ادخل عندي الحلوف قبيله راه كاع ما سمعش كسير تقول. انا الناس اللي هذوما المؤثرين المخربين يجي يدير طريق بالمنتخب الوطني باش يتصور ويكبسوا له ويدير زعما ترند ويطلع لاباج تاعو تولي مليونيه هكذا، نقول لهم يرحم بابكم اخطوا المنتخب الوطني ما تزيدوش تدوروا به. ونزيد نقول لهم حاجه، يتحداوني انا بالفم المليان، اتحداوني يا المؤثرين من غدوه ان شاء الله ديروا حمله على الجزائر. عمركم ما هضرتوا على الجزائر، هضرتوا عليها ولا دافعتوا عليها؟ رانا في حملات ممنهجه، لا سياسيا ولا سياحيا. انا نهضر على السياسه ولا على السياحه ولا على الثقافه. حملات ممنهجه ضد الوطن تاع الوطن تاعنا، يمينا شمالا ماني فاهمين والو، كاع راهم يتهجموا علينا، كاع حمله تكالب، فهمتني؟ باسكو علاش حنا ولينا ما كاش اللي يغمس دوكا، ولات عندنا السياده والحمد لله، فهمتني؟ باسكو نهار كانت مطلوقه الحاله
كانت الجزائر توفى بها كاع يحبونا، كي ولينا دوكا زعما شغل حنا ولينا السياده تاعنا وما كانش البدايه، ولاو كاع يديك الحملات هذوما والتكالب. نتمنى انا هذا، اسمح لي نكمل. وسير في حالك. بوصباح مسكين غيتفرقع علاش المؤثرين الجزائريين جاوا للمغرب وانبهروا بالمغرب وكيصوروا الجمال ديال المغرب، علاش ما يصوروش مع سيدي الجزائر؟ والجزائر شنو فيها؟ يلا عندكم الجزائر العاصمه وقسنطينه، ما تبقى يا حلاوه. هذا الشوال هذا هذا الشوال هذا الشوال. عرفتي المضحك في هادشي شنو هو ان وزير الاتصال الجزائري ما كايناش شهرين دابا باش جمع المؤثرين وقال لهم غتهضروا على الجزائر بالمزيان والجزائر راه بلادكم، وسمعوا الهضره ديالو من هنا وخرجوها من هنا وجاوا للمغرب وكيصوروا في المغرب. داكشي اللي ما باغينش الكابرانات داروه. اويلي. اسمحوا لي ان اوجه رساله موجزه الى شباب الجزائر وشاباتها صناع المحتوى. أقول لهم: أيها المبدعون، أيها المؤثرون، أيها المدونون، أيها الفيسبوكيون، أيها الفاعلون في مختلف المنصات، اعلموا إن منصاتكم قد أصبحت اليوم ساحة مهمة. المؤثرون الآن خط دفاع متقدم، وأنا في حضرة العقيد سي مصطفى الموجود معنا أتحدث ربما بالمفاهيم اللي يفهمها. خط دفاع متقدم في مش فقط معركة الوعي ومش فقط في معركة السرديات، إنما في معارك ذات طابع أمني. عظم الله اجرك يا معالي الوزير في هاد المؤثرين. عييتي ما تبلابلي عليهم، بحال كتخوي الماء في الرمله، عييتي ما تخطب عليهم دخلوا الهضر ديالك من هنا وخرجوها من هنا. ولكن بيني وبينك راه معذورين، اش غيصوروا في الجزائر؟ اش غيصوروا في الزريبه؟ العكس ديال المغرب، جاوا للمغرب انبهروا. واخا حتى حنايا في المغرب والله ما محتاجين المؤثرين ديال الجزائر يهضروا على المغرب، المغرب كيهضر على راسو. هما ما عندهمش البترول والغاز. هما كانوا يقولوا لنا في الجزائر، كانوا يقولوا لنا بلي المغرب دولة ما فيها والو، دولة تافهة، دولة ما عايشينش، دولة كاتلهم الفقر والشر. دروك المشجعين الجزائريين اللي راهم في المغرب شراكم تقولوا؟ اسكو المغاربة راه كاتلهم الفقر والشر وما عندهم والو، ولا حنا في الجزائر اللي راه كاتلنا الفقر والشر وما باقي لنا والو؟ غنزيدكم واحد الفيديو ديال الثلج، شويه من خنيفره وشويه من افران باش نطرطق المراره الكابرانات والاشباع ديالهم. سي أشهد 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 ومولاي. انا النصيحه ديالي للمؤثرين الجزائريين اللي جاوا للمغرب ما ترجعوش للجزائر، هربوا للامارات ولا هربوا لشي بلاصه اخرى، غترجعوا غيلصقوا لكم العماسي ديال التهم ديال غسيل الاموال وداك الشيء. راكم عارفين العسكر بلا ما نعاود لكم انا. التلفزيون العمومي الجزائري الرسمي واللي بالمناسبه كينقل المقابلات في الارضي لانه شاري الحقوق بطبيعه الحال من عند الاتحاد الافريقي. لما كيدير لي ريزولتا في مواقع التواصل الاجتماعي ديالو كيف ما غتشوفوا دابا، فاللوغو ديال الشعار ديال البطوله كيحيد منه اسم المغرب، كيزور اللوغو ديال هذه التظاهره هذه، وهادشي بطبيعه الحال كيتنافى مع مبادئ الحياد اللي كينص عليها الاتحاد الافريقي. فما عليكم الا انكم تبارطاجيو وصلوا المعلومه للاتحاد الافريقي باش بطبيعه الحال يتدخل ويردوا الاسم ديال المغرب، او لا هما غيتفاهموا معاهم، شوف كيفاش غيديروا معاهم، واش عقوبات ولا العلم ولا لا. المهم حنا اللي علينا هو انه نوصلوا المعلومه، طاقيو الاتحاد الافريقي، طاقيو موتسيبي. انا ما طاقي ليا لا الكاف لا والو، طاقي ليا دوك المدلولين اللي ما كيحجموش، اللي يقدروا يبيعوا بلادهم على شويه ديال المشاهدات من العالم الاخر. جينا نستقبلوا في الجزائر كونسيبت. كيفاش جانا الكونسيبت من الجزائر؟ جايين عندنا اول مره المغرب الكان. الكونسيبت هو اننا نحاولوا نقدموا لخوتنا الجزائر الحلوى مغربيه، اتاي مغربي في فيفا لارجيري. انا ما غاديش نهضر على هاد الاخت والاخ ديالها بالخايب، علاش؟ لانهم في النهايه خوتي مغاربه ولاد بلادي، ما نهضرش عليهم بالخايب وما نبغيش اللي يهضر عليهم بالخايب.
شفت بزاف ديال المنصات حاطين التصاور ديالهم وكاتبين عليهم شي حوايج خايبين. تقدر تكون النيه ديالهم حسنه بهذا الجيست اللي داروه، ولكن كان عليهم يعرفوا بلي راه كاين واحد المثال ديال اتقي شر من احسنت اليه. الا كانوا الملوك ديالنا اللي داروا فيهم الخير ما قرش فيهم الخير ديال الملوك ديالنا، عاد يقر فيهم الخير ديالنا حنا كمواطنين. كلامك على صواب السي محمد. بزاف ديال المغاربه كيبغيو ينساو كاع داكشي اللي طرا لينا مع العالم الاخر، وكيبغيو نعم يفتحوا معاهم صفحه جديده ويقولوا لهم خاوه. كيبغيو ينساو 360 الف واحد اللي جراو عليهم في عيد الاضحى، ها اللي حيدوا ليه مرته، ها اللي حيدوا ليه راجلها، ها اللي حيدوا ليه اولادها، ها اللي حيدوا ليه الاملاك ديالو. كيبغيو ينساو دوك الجوج مساكن اللي جاوا للمغرب باغيين يدوزوا على الفاكونس. الذنب الوحيد ديالهم هو انهم جاوا من فرنسا باغيين مساكن يدوزوا عطله في بلادهم، قتلوهم الكابرانات. باغيين ينساو هذاك اللاعب المغربي مسكين اللي غرق في الشواطئ ديال طنجه وداشوا الدورو في الجزائر، جراتوا الدورو في الجزائر، امه مسكينه 6 شهور وهي كتبكي عليه والكبده ديالها محروقه وما بغاوش يعطيوه لها، ما عطاوه لها حتى غفر لها الله الذنوب. باغيين ينساو بلي باغيين يقسموا لينا بلادنا، باغيين يقسموا الريف بوحدو وباغيين يقسموا الجنوب بوحدو. وحنا عباد الله راه فيما كيمد الملك ديالنا يدوا ليهم كنقولوا صافي راه سالات هذه القصه غنبداو معاهم صفحه جديده خاوه. ولكن راه فيما كيمد الملك ديالنا يدو كيزيدوا يجعروا علينا. الملك محمد السادس هضر مرة أخرى على الجزائر ومد ليها يديه للمرة المليون. اليوم الجزائر ردت على خطاب الملك ومدات يديها، ولكن ماشي بالخير، بالقرطاس. تخيلوا اليوم تيراو القرطاس في لاعب مغربي كل ذنبه انه دخل بالقارب للبحر وما عرفش ان خفر الجيران كيتعلم الصيد في اخوانه وفي الدين وفي القاره وفي الجوره وفي كل شيء. شاب في عمر الزهور كيلعب كره دخل بالباطو وملي وصل لوسط الماء ما عرفش انه دخل المياه الجزائريه. الخفر الجزائري ماشي جا شدهم او هضر معاهم يرجعوا، لا ديريكت تيرا فيهم القرطاس. عرفتي الا جينا نبقاو نتفكروا في الفعيل ديال الكابرانت والراس ديال كيضرك، ها اللي مشاو عندهم اولادنا قل من 17 سنه اش داروا ليهم وتكرفصوا عليهم. كنا لاعبين في الجزائر، كنتي كتدخل كل ماتش كتلقى لاعب مع العراق كتلقى الجمهور ضد الجزائر ضدك، لاعب مع موريتانيا كتلقى الجمهور ضدك. يشوف الجمهور والبوليس يضرب فينا، البوليس اللي خاصو يحامي علينا شي يضرب فينا، المصورين حتى هما تيضربوا فينا، الصحافه ديالهم تيضربوا فينا. دخل الجمهور دخل الاخر تعداو علينا. البوليس ديالهم بيدهم بداو كيضربونا، كلشي بدا كيضربنا، البوليس ديالهم بالجمهور ديالهم المدربين ديالهم كلشي. هادشي كامل عشناه معكم اولدي ونقدروا ننساوه على ود بلادنا وعلى ود الملك ديالنا، نقدروا ننساوه. ولكن حاجه وحده اللي متاكد منها هو ان بلادنا ما عمرها غادي تقدر تفرط في الصحراء المغربيه سواء الشرقيه او الغربيه، وهذا الشيء اللي غادي يخلي الكابرانات يجروا هذا الخصام هذا مع المغرب الى ما لا نهايه. الهداف كعلامة الروم المروك ها أنغولا يمرون، زيمبابوي، مصر، جنوب إفريقيا، جزر القمر، زامبيا، المروك وراء المروك. وضربوا لي على التلفزيون الجزائري ضربوا شوفوا لي نعم سيدي المسلمين والرايات ديال العالم كامل دارهم الا الرايه ديال المغرب وعندهم فوبيا من اللون الاحمر يا ربي السلامه. استغفر الله. نوفل انا خليني نتعدى للفاز الثانيه من الموضوع باش ولو هي حاجه ما تخصناش احنا تونس، لكن تخصني انا على التحكيم وعلى سلامه معناها الدوره هذه والبطوله هذه. انا باش نقول لك الحكم مثلا نتاع المغرب ومالي اللي باش يتلعب غدوه هو الحكم الرابع اللي كان معنا احنا في المباراه الاخرانيه. الحكم الرابع وليد تعديلي الماتش نتاع الحكم هذايا عبد هذايا اللي على اليمين. الحكم هذاك هو يعتبر معناها اصغر حكم في الدوره 29 سنه، معناها كي تشوفوا يظل لي مش 29 سنه. هذا هو الحكم، هو كان لابس بوني معناها فوق راسه ولابس معناها شورت من لوطه. يعني تعرف الريمارك هذه اللي عملناها احنا في الماتش وقت نحكيو هذه راهي صارت في الديبريفينغ. الله خاص لكم اخوتي شنو كيقول هذا الميكروب هذا، لانه هرنط بزاف باش يوصل الفكره ديالو. قال لك حنا شرينا الحكام ديال المباراه ديال مالي، وكملوا الهضره ديالو تسانشوا لي شنو كيقول. هذا ونلقاوه يا نوفل باش يزفر الماتش هذا. انا خليني في الماتش هذا لا واش نعطيك انا على الماتش نتاع المغرب ومالي اللي هو ماتش كبير برشا وباش يهبط الحكم هذا. الحكم هذا اخر مره شارك في الشهر
اخر مره شارك في الشان عمل 4 مباريات، عمل هذه المغرب وانغولا وفات 2-0 المغرب رابحه، هيك لو 3-8 اللي من بعدها مش اللي من بعدها هوني ساعه ناقف انا هوني باش يهربوا شويه الجو، اعطوه طرح الجزائر وغينيا، ومن بعد عاودوا رجعوا مره اخرى اعطوه تنزانيا والمغرب، ومن بعد يزيدوا يعطيوه ماتش الاخراني الماتش الفينال يعطيوه المغرب ومدغشقر. يعني على 4 ماتشات يعني على دارو يلبس بني على 4 ماتشات فهمني عامل 3 معناها للمغرب اوتوماتيك، فهمني حاجه عاديه انه باش تلقاها فهمني الحكم هذايا باش يزفر معناها للمغرب فهمني في الماتش اللي جاي. شوف ربي يعينهم. هما انا ما نجمش نسكت وما نجمش نغض النظر على تجاوزات معناها من النوع هذايا مع حكام من النوع هذا اللي انا ديما كنت نقول عليهم راهو انا نمشي ديما اين يكمن الشيطان. عاونهم. نعم كيزفر هو في الاعراف نتاع التعيينات في الكاف، فرجت في الماتشات نتاعو الكل نتاع الشان. عاونهم انا نقول انا عاوننا سيدي تفرقع مع راسك. 3 ديال الشان اللي ربحنا 3 عاوننا فيهم سيدي تفرقع. رابع العالم قولها وش اللي الباب فمك. عاوننا سيدي تفرقع. مصيبك حل هاد الوصف باش هاد المكاريب هادو راه مازال جبناهم مع عباد الله وعطيناهم تيران وعطيناهم وطيل حداه، وهما ملي كانوا كينظموا البطوله وكيعطيوك وطيل في مدينه وتيران في مدينه اخرى وكيخليوك تركب في الكيران وتضرب 14 ساعه باش يعيوك باش نعم سيدي هما يديو الكاس باش يربحوا الكاس، وحنا شنو دايرين معاهم وشوف هما كيفاش كيهضروا علينا. يلا ركله جزاء هذه اللي مصوره في اللقطه، المنتخب المغربي لعب بالمس الكره بيده وراح ضحيه انه يده طويله سبحان الله وبسم الله ما شاء الله على طبعا القوه البدنيه اللي لعب بها المنتخب المالي وركله جزاء. لكن لماذا دائما عندما تعطي ركله جزاء للمنتخب المغربي تجيك صعيبه باش تصفر ركله جزاء للمنتخب المنافس؟ انا اشوف بان ركله جزاء للمنتخب المالي كانت واضحه وضوح الشمس، وكان بامكانه انه حكم المباراه لا يعود تماما الى الفار ولا ينتظر، لانه اللاعب لم يلمس الكره، لعب مباشره رجل وجسم اللاعب المالي. يعني لماذا دائما ما تكون عندك صعوبات لكي تعلن على ركله جزاء الخصم؟ أكبر حساد في هذه الكرة الأرضية هو الجزائري. ما يربح ما يخلي الناس يربحوا. خليكم بحال ما هكاك محاسيد مكاريب ما تطفروه ما تخليوه اللي يطفروا. الاخوان وصلنا لنهايه ديال الحلقه، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. دائما الله الوطن الملك. الله يعاونكم، نتلاقاو في شي حلقه اخرى ان شاء الله.